غفرت لعبدي كلمة تشحذ همم المؤمنين وتقوي عزائم المذنبين. فالذنوب لها رحمن يمحوها وإله لطيف يغفرها. ومن غفل عن طلب المغفرة بعد المعصية أو لم يسع في طلبها فعليه أن يوقظ قلبه من رقدته ويتفقد إيمانه، فتلك علامة موت إحساس العبد بالمعصية. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أعظم المصائب أن ينسى العبد أنه في نسيان. قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يقول الله: غفرت لعبدي 3 فليعمل ما شاء. هذا ليس إذنا في المعصية، ولكن المراد أنه ما دام كذلك كلما أذنب تاب فلا يضره الذنب بعد التوبة، لأن التوبة تجب ما قبلها. لكن على الإنسان الحذر من المعاصي، لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من المغفرة، وقد لا يوفق للتوبة.